الله هيعمل عيد مجاني للمواطنين. إلغاء الأجازات للسادة الأطباء وتوفير فريق متخصص من الأطباء للكشف على اللحوم بالمجازر. أيضا توفير احتياجات المجازر من الأختام والمادة الملونة وأدوات النظافة. عمل صيانة للمجازر من حيث الصرف الصحي وشبكة المية وشبكة الكهرباء. أيضا بيكون في وجود خدمات أمنية إن شاء الله لمخزن الأمنيين في أيام عيد المبارك إن شاء الله. وتكثيف الحملات على محلات الوزارة وعلى الشوادر بالاشتراك مع بحث التموين. وأيضا عمل حملات على الثلاجات ومصانع اللحوم والمرور على النوادي والبوابة النيلية والمطاعم السياحية. أيضا بيتم استلام اللحوم من المستشفيات. أيضا إن شاء الله هيتم تنفيذ قرار معالي المحافظ بخصوص الجمعيات اللي بتتعامل مع جلود الأضاحي بإقطاعها تصاريح لنقل وتجميع الجلود وربط المخالفين منه. طبعا ده بيكون بالتعاون مع الساده رؤساء الاحياء وبحث التموين. قيمه التصريح بتكون 500 جنيه للسياره، والمخالف بيتم مصادره الجلود والتحفظ على السياره ودفع غرامه مكافاه 5000 جنيه. بالنسبه لاعمال المديريه، اولا الحمى القلاعيه تم تحصين عدد 35607 على راس من الماشيه، ومفيش بلاغات لحيوانات نافقه ولا بلاغات لحيوان مصاب. بالنسبه لمرض انفلونزا الطيور، تم سحب عينات لعدد 21 مزرعه وتاكد خلوها من المرض، وتم استخراج عدد 202 تصريح لذبح 137600 طائر. بالنسبه للمجازر، اجمالي مذبوحات اللحوم 19486 راس من الماشيه، ومذبوحات الدواجن 1,023,418 طائر. الصحه العامه تم اعدام عدد 813 كلب ضال باحياء محافظه الجيزه، خلص منها بسطة الهيئة العامة للنظافة والتجميل. أيضا تم عقد عدد 39 ندوة توعية بنواحي المحافظة، وتم عمل 2 قافلة علاجية مجانية في منوات مركز البمرس ونيسة حي العمرانية، وده بالاشتراك مع كلية الطب البيطري، وتم علاج ورش 2183. بالنسبة للتفتيش، المرور على محلات الجزارة عمل 14 محضر، وتم ضبط 509 كيلو لحوم مسبوحه خارج المجازر. والمرور على الثلاجات تم ضبط 20 طن 71 كيلو كلها لحوم ومصنعات لحوم ودواجن فاسده وغير صالحه للاستهلاك. المرور على اماكن تجهيز الدواجن عمل محضر، وتم ضبط 260 كيلو دواجن فاسده ايضا وغير صالحه للاستهلاك. والمرور على المطاعم تم عمل 8 محاضر وضبط 622 كيلو مصنعات لحوم فاسده وغير صالحه للاستهلاك. ايضا لاكمله السيارات تم عمل 11 محضر وضبط 1 طن 177 كيلو لحوم مسبوحه خارج المجازر. والمرور على الشوادر تم عمل 4 محاضر وضبط 52 كيلو لحوم مسبوحه خارج المجازر. ايضا المرور على المنافذ تم عمل 2 محضر وضبط 30 كيلو مصنعات لحوم فاسده وغير صالحه للاستهلاك. اجمالي المضبوطات 22 طن 721 كيلو، وتم عمل 45 محضر وكلها لحوم فاسده مستورده ولحوم دواجن فاسده وغير صالحه للاستهلاك الادمي. ايضا المرور على المستشفيات تم استلام 28 طن 541 كيلو لحوم ودواجن صالحه للاستهلاك الادمي. وتم عقد 4 دورات تدريبيه في مجالات تخصصيه واداريه وفنيه، وتم تدريب عدد 23 طبيب. شكرا جزيلا لحضراتكم.